محمد صلاح تأثر بسبب قرار حسام حسن. أبو تريكة بيكشف سبب ضعف أداء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو. أكد محمد أبو تريكة أن محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطني تأثر مستواه أمام بوركينا فاسو بسبب توظيفه الخاطئ. وقال أبو تريكة في تصريحاته: كنت أتمنى توظيف محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن لزيادة الفعالية الهجومية على مرمى بوركينا فاسو. الهبوط البدني للاعبي المنتخب الوطني وراء تراجع الأداء في الشوط الثاني وتوقع تغيير طريقة الأداء في مباراة غينيا بيساو القادمة. وأكمل تريكا: إمام عاشور افتقد للأداء الجماعي، وحسام حسن أصاب بالاعتماد على محمد الشناوي في مباراة بوركينا فاسو. أبو تريكة يؤكد: الأهلي يحسم أول صفقاته، وهذا موقف عطية الله ويوسف أيمن من النادي الأهلي. كشف محمد أبو تريكة عن حسم الأهلي لأولى صفقاته في الميركاتو الصيفي المقبل، ويشير إلى موقف لاعبين آخرين. وقال أبو تريكة في تصريحاته: مثلما قلت سابقا، زين الدين بالعيد تم حسم موقفه على التعاقد مع الأهلي لمدة 4 سنوات. وتابع: بالنسبة ليحيى عطية الله، اللاعب أصبح قريب جدا من الانضمام للأهلي، ولكن الخلاف بين 2 من الوكلاء. عندما يتم حل هذا الخلاف سينضم اللاعب للنادي الأهلي. وأضاف تريكة: يوسف أيمن لاعب الدحيل لم يحسم أمره بعد، الميزة أنه مصري، لكن كولر يفكر في لاعب آخر. واختتم تريكة: في لاعبين صغار مثل أحمد عبدين ومعتز عبد الله يجب أن يحصلا على فرصة ويدخلون القائمة، وبعد ذلك يدخلان في الاحتياطي، وبعد ذلك يحصلان على فرصة.